السلام عليكم. النهارده طبعا عندنا نجاح كبير جدا من واحده مجتهده جدا وشاطره جدا وبتسمع الكلام. النهارده معانا مدام سناء. ازيك يا مدام سناء؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ عامله ايه يا نجمه النجوم؟ الحمد لله، ده ربنا بفضل يبارك لك ربنا ويصلح حالك. وبفضلك. ربنا يبارك لك ويصلح حالك. والله بفضل ربنا وبفضلك. ربنا يبارك لك. مدام سناء طبعا عملت طفره في التخسيس ما شاء الله، كانت 117 ونص تقريبا. النهارده ربنا يبارك فيها ويحميها ويحفظها 70 ونص. ربنا يبارك لها. غيرت ده لما بتغير خلاص خافت على نفسها. زمايلها سابوا نفسهم وتخنوا، ما عادوش عارفين يتحركوا، اهملوا الموضوع، استصعبوا الموضوع. وفي اللي قاعد في البيت وفي اللي بقى يقول لي ليه؟ ايه اللي يوديك على طول كده؟ ايه اللي بس انا عندي عزيمه الحمد لله. وحسيتي بالفرق ولا ما دلوقتي بلبس احلى لبس، بنزل كم مره في النهار ما شاء الله عليا، الحمد لله الحمد لله، البركه في ربنا. فين انا بنزل ولا انا عندي 70 بنزل الله اكبر عليا يجي 3 مرات. ربنا يبارك لك. واقسم بالله يوم الدكتور ده يوم مقدس عندي، ما عنديش كسل ولا عندي، وهو قاعد ويكدبني كل اسبوع هنا. الحمد لله ما بتكسلش ابدا، بصلي الوقت وانا واقفه، بقالي سنين طويله بصلي وانا قاعده، دلوقتي بصلي وانا واقفه بحمد ربنا، دي اكبر نعمه ربنا اداني، فضل ربنا والدكتور هشام. يبقى السن مش عائق لا ولا المرض عائق. لا اهم حاجه ان الشخص ياخد القرار ويلجأ لدكتور شاطر ويبدأ يتغير. اشوفكم على خير مع نجاح جديد زي مدام سناء. الله يبارك لك. مع السلامه.